بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أخواتنا في غزة وفلسطين وانتقم من اليهود الملاعين يا رب. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة سبورتس كومبيتيشن في كل مكان. معلش قلتها بسرعة، سبورتس كومبيتيشن. أنا آسف، أنا عارف إن أنا مختار اسم صعب بس عادي يعني. وسامحوني معلش يعني أنا حد لسه صاحي فالدنيا بايظة يعني. تيشيرت ريال مدريد اهو، عني برشلونة والله كتالوني. الصراحة الريال مدريد يعني اللي بيعمله ده يفوق الخيال. ريال مدريد واخد بطولة أوروبا دي احتكار، فمبروك لكل محبين ومشجعي ريال مدريد. طيب فيديو جديد النهاردة معانا، 3 أخبار مهمين جدا والتلاتة يخصوا النادي الأهلي. أول خبر معانا موضوع محمد عبد المنعم وموناكو الفرنسي. في تقارير فرنسية طلعت إن محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، قلب الدفاع رقم 1 في مصر من وجهة نظري. في صحف فرنسية قالت إن موناكو عايز محمد عبد المنعم في الانتقالات الصيفية اللي جاية دي، وفي موافقة من النادي الأهلي، خصوصا إن رغبة اللاعب هي الآن الاحتراف. خلينا واضحين، محمد عبد المنعم عايز يحترف، مش عيب وحلم من أي لاعب. طيب الموضوع العادي المتعارف، ايه الجديد بقى فيه؟ الجديد بقى اللي مع معلومة لسه عارفها من وقت قصير، ان جالاتا سراي فاضل له خطوات قليلة وياخد محمد عبد المنعم. ايوه، محمد عبد المنعم بيقترب من جالاتا سراي التركي. موناكو الفرنسي دخل على الخط ولا لا؟ هو ما كلها يعني تقارير صحفية فرنسية، ولكن الأقرب لمحمد عبد المنعم هو جالاتا سراي. بالمناسبة جالاتا سراي برضو مش فريق مش صغير، بيلعب فيه أو لعبت فيه نجوم أوروبا وبيلعبوا فيه لحد الآن نجوم أوروبا. ف جالاتا سراي هو الأقرب لمحمد عبد المنعم، ده حسب المصادر الخاصة بنا، حسب مصادرنا الخاصة إن جالاتا سراي بيقترب من محمد عبد المنعم. حوار موناكو ده الصحف الفرنسية هي اللي أشارت ليه، وهنا الإعلام الرياضي المصري تناول الموضوع. طب ده بالنسبة لمحمد عبد المنعم. أليو ديانج، أليو ديانج من ساعة ما جه الأهلي وكل سنة بنسمع إنه هيتباع. يقال إن الوقرة القطري بيجهز عرض لأليو ديانج في الصيف ده. الوقرة القطري هيجهز عرض ضخم لأليو ديانج الصيف ده. معرفش بقى هيتباع ولا مش هيتباع. بس بالمناسبة يعني أليو ديانج ليه 3 4 شهور ما لعبش كورة من وقت بطولة أفريقيا ساعة ما اتصاب مع منتخب مالي. فمش عارف ده بقى كلام حقيقي ولا بس. أليو ديانج يعني لو جاب في رقم كده مثلا 3 مليون دولار وزيادة شوية، أو 3 مليون دولار بس، 3 مليون دولار عفوا، الأهلي هيخلص. الأهلي هيخلص لو ب3 مليون دولار. فده عروض لعيبة الأهلي. في إعلاميين مش هقول أسمائهم يعني نزلوا إن كهربا ماشي وخالد عبد الفتاح ماشي وحمزة علاء ماشي وكذا اسم كده من النادي الأهلي ماشي. طالما مفيش حاجة رسمي خلاص، هو الموضوعين فعلا اللي اتقالوا أو اللي شبه يعني بيتم يعني الرتوش الأخيرة فيهم، حوار محمد عبد المنعم مع جالاتا سراي مش موناكو، وحوار الوكرة القطري وأليو ديانج. تعالى بقى نخش بالزبد. جمهور النادي الأهلي بقى حبيبنا بقى، أي حد أهلاوي عنده على القناة لايكك الجميل بقى، عشان الكلام اللي جاي ده كلام خطير. لايكك الجميل بقى وكومنتك حلو اللي هي كده الحبيب أخوك، و اشتراكك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. استاد النادي الأهلي، الحلم بقى حقيقة. أيوة، الأهلي هيبني استاد يوم التلات اللي بعد بكرة ده، في احتفالية كبيرة في فرع الشيخ زايد هيتم فيها تدشين استاد النادي الأهلي الجديد، والعمل في الاستاد هيبدأ يوم الأربعاء.
يعني خلاص الموضوع خلص باستثمارات اكتر من 2 مليار جنيه. ايوه يا عم الاهلي يا عم ما بيهزرش. يعني كل الكلام اللي فات ده وحوار استاد السلام و25 سنة حق انتفاع ومش عارف ايه، خلاص. ده الأهلي هيبني استاد جديد بسعة استيعابية تقريبا 25,000 متفرج. طبعا ده عدد قليل من جمهور الأهلي، ولكن هيبقى في استاد خاص بالنادي الأهلي. ده يعني حاجة تحفة يعني. ومش استاد بس، العرض مقدم إن اللي هيبقى فيه استاد ومستشفى وجامعة ومتحف للنادي الأهلي. ايوه طبعا الاهلي ما يقلش عن انديه اوروبا. يعني ده الريال امبارح فرق عن الاهلي بقى 30 والاهلي 26 فرق 4 بطولات قاريه. يعني الاهلي بينافس الريال. فده العرض. التمويل بقى هيكون ازاي؟ التمويل هيكون عن 3 جهات: شركه المانيه اللي عملت ملعب اليانز ارينا بتاع البايرن، وشركه صينيه، ومجموعه العرجاني جروب من مصر الشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي، باستثمارات زي ما قلنا تتخطى ال 2 مليار جنيه. المرحلة الأولى من الاستاد هتخلص في 2025، السنة الجاية الصيف اللي جاي هتبقى المرحلة الأولى من الاستاد خلصت. الافتتاح امتى؟ هو بيقولوا على في خلال 3 سنين، وفي بيقولوا سنتين، وفي بيقولوا 4 سنين، الله أعلم بقى امتى. ولكن موضوع الاستاد ده خلاص خلص بشكل رسمي رسمي. ويوم التلات اللي بعد بكرة هيتم الإعلان في فرع الشيخ زايد عن تدشين استاد النادي الأهلي الجديد. استاد النادي الاهلي الحلم بقى حقيقة. ارفع راسك فوق انت اهلاوي. ده كان فيديو سريع كده عن اخبار الاهلي، ال3 اخبار اللي كانوا معانا دول ما ينفعش يقعدوا. بس بالمناسبة دي يعني خلاص خلصنا. تعالى بقى نشوف يعني نتكلم شوية كده في ماتش الريال وبروسيا. بروسيا امبارح الشوط الاول يكسب 3-0 مستريح. يكسب والله مستريح. كريم اديمي ده مضيع انفراد هو وكورتوا مفيش غيره. ولكن الريال بخبرة خبرة البطولات طبعا خلص الماتش. يعني في ناس رابطة ان نزول ماركو رويز كان وشه وحش جابوا هدفين. ماركو رويز لاعب كبير طبعا وبتاع، ودي كانت خير ختام لتوني كروز. توني كروز اللي لن يعوض بالساهل. بس فالريال يعني كسب البطولة بالذكاء. بقى كارلو انشيلوتي ده داهية كارلو انشيلوتي ما سايبش رقم الا لما حطمه. كان اخرهم امبارح انه تعادل مع تساوى مع عفوا مع زين الدين زيدان في القاب الشامبيونز. زيدان خد 3 مع الريال، هو خد كده واخد 3 مع ريال مدريد. ولكن هو طبعا يتفوق على زيدان في الارقام يعني بسنين ضوئية. بس اللهم انصر اخواتنا في غزة وفلسطين، وان شاء الله قريبا هنصلي في المسجد الاقصى وفي مدينة القدس. فضلا وليس امرا ادعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.